القيمة آت محمدا شهادة الفضيلة بعث المقام المدهد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الفضلاء، فوارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وبين كرامات الأولياء وبين خوارق الشيطان. أيها الأحبة الفضلاء، سبق بيان صفات أولياء الله جل وعلا، والفرق بين ولاية الله العامة وولاية الله جل وعلا الخاصة. أسأل الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بها أيها الأحبة الفضلاء. وكذلك الكرامات، فالكرامات أيها الأحبة الكرام لا تكون كرامة الولي أعظم أبدا من آية النبي، وكرامة الولي لا بد أن تكون موافقة لشرع الله جل وعلا. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن رجلا، انظروا إلى كرامة هذا الرجل، جيء له بماذا؟ بإناء من فضة، بإناء من فضة ليتوضأ به. هذا قال ليس هذا من كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء تكون متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر محرم، إذ لا يجوز في الشريعة استعمال آنية الفضة للرجال أيها الأحبة الكرام ولا للنساء إلا على سبيل الزينة للنساء. كذلك ذكر رحمه الله تعالى أن بعض الأولياء المزعومين أراد أن يصل إلى هذه الكرامات، فماذا فعل؟ فجاء بأموال كثيرة وأخذ يقطعها ويمزقها، فقال هذا ليس من كرامات الأولياء، ليس هذا من كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء لابد أن تكون موافقة لشريعة رب الأرض والسماء. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال. وكل كرامة مزعومة إنما إذا كانت مخالفة للشريعة فإنها ليست كرامة، إنما هي من أعمال الشياطين. وكذلك كل من اتصف بكرامة زاعما أنها كرامة وهي تخالف الشريعة، كما ذكر الحازمي أيضا، إذا جاءك رجل في المنام وأخبرك أن تبني له قبرا وأن تبني له ضريحا، أن ترفع القبر فوق الأرض أكثر من الشبر، فاعلم أنه ولي للشيطان وليس من أولياء الرحمن. فكل قبور مرتفعة رضي عنها من كان حيا في حال حياته وقر على ذلك، فهذا ليس من أولياء الرحمن، إنما هو من أولياء الشيطان. وكل من كان مخالفا للشريعة في حياته، كل من كان مخالفا للشريعة في حياته، مخالفا لهدي النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو من أولياء الشيطان وليس من أولياء الرحمن. كما سبق في حديث الولي، الحديث العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، قال وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالولي هو الذي يأتي بالفرائض والنوافل، أو على أقل التقدير لا ينتقص من الفرائض، هذه هي الولاية. أما الذي لا يصلي أو يصلي في البيوت كالنساء، أو أنه يجلس في المغارات وفي مآكل المزابل ويجالس الكلاب والنتن، فهذا يا عباد الله هذا الذي يأتيه يقولون إن فلانا جلس 40 يوما في مزبلة ثم جاءته المنة الإلهية فأصبح يداوي المرضى ويعلم الغيب ويصلح بين الناس ويفعل. هل هذه من كرامات الأولياء؟ لا، إنما هذه من خوارق الشيطان، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام
قال عن هذه الحشوش أي أماكن قضاء الحاجة إنها محتضرة، أي أماكن للشياطين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجلين مر بهما وهما يعذبان بسبب ماذا؟ بسبب أن أحدهما لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، وهذا الذي يأكل القاذورات والنجاسات ثم يجلس في هذه الأماكن. هل هذا من أولياء الرحمن؟ لا والله، بل هو من أولياء الشيطان. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال: الطهور شطر الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أخبر أن أفضل بقاع الأرض المساجد، هذا الذي يأوي إلى المقابر وهذا الذي يصلي في المقابر، فكل ما كان فيه قبر لا يسمى مسجدا يا عباد الله، إنما هو مقبرة. فالفقهاء أجمعوا على التفريق بين المقابر والمساجد، فالمساجد إنما بنيت للمساجد، بنيت لله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يخص نفسه بها أن يخص نفسه فيها بمكان، حيا كان أو ميتا، حيا كان أو ميتا، فلا يدفن فيها أحد، ولا يجوز لأحد أن يخص فيها مكان للصلاة فيه دون سائر الأماكن، فكل ذلك مخالف للشريعة. وهذا يدل على ماذا؟ أن هؤلاء الذين يقرون هذه الأمور إنما هم من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. كذلك هذا الذي يقول عنه العوام إنه بركة وأنه مبارك وقد سقطت عنه التكاليف وقد ذهب عقله ولا يستر عورته ويتبول على نفسه، هل هذا ولي لله؟ لا والله، بل هذا يا عباد الله مريض، هذا مريض لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، لو كان نافعا لنفع نفسه أولا. ولكن ماذا تقول في هذا الذي يقوله الناس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالولي من كان لله تقيا، الولي من آمن بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الولي لا يتغنى بمزمار الشيطان، الولي لا يتمايل عند رقص الشيطان، الولي إنما يعظم الله جل وعلا ويثني عليه بما هو أهله، ويتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقرأ القرآن بالقراءة التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويذكر بالذكر الشرعي الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، ليس معناها أنهم يجودونه ويتقنون حروفه فقط، إنما المقصود أنهم يعلمون معناه ويعملون بمقتضاه. هذه هي حق التلاوة. حق التلاوة ليس مجرد إقامة الحروف، فكم من هؤلاء الذين يقيمون الحروف ثم هم يخالفون كلام الله جل وعلا ولا يؤدون حق الله جل وعلا ولا يؤمنون بكتاب الله الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هؤلاء الذين يذكرون الله بالرقص والغنى ويذكرون الله بالاسم المفرد ليسوا معظمين لله. هؤلاء الذين يرقصون ويذكرون ذكرا جماعيا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يضربون بالدفوف في المساجد زاعمين أن ذلك من ذكر الله جل وعلا. هذا يا عباد الله إنما هو ذكر شيطاني ليس من هدي خير الأنام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يخلص لي ولكم النيات. اللهم أصلح فساد قلوبنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم أخلص نياتنا، وأصلح ذرياتنا، وتولى أمورنا، وفرج كروبنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا. اللهم اشفنا من الأمراض ظاهرها وباطنها، اللهم اشفنا من الأمراض ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه
ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اصلح ذرياتنا أجمعين، اللهم اصلح ذرياتنا أجمعين، اللهم اصلح ذرياتنا أجمعين، واشف أمراضنا وارحم أمواتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.